السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو جديد وغدا كده سهل وسريع وحاجة حلوة للولاد. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي معايا، ويلا نشوف بقى النهارده هنعمل ايه. هنعمل اول حاجة، عندي انا جبت كده الحلتين بتوع دول، هنعمل اتنين من الصلصة. حطيت اول حاجة الحلة الصغيرة، حطيت فيها الصلصة اللي هنعمل بيها صلصة البيتزا. حطيت عندي اتنين من الطماطم، قطعاهم كده ايه مربعات، وحطيت عليهم بصلية برضو مقطعاها كده ايه اتنين نصين يعني، وفصين من الثوم. وهسيبها بقى تغلي مع نفسها كده لحد ما الطماطم عندي تتسلق هي والبصل. تمام. وبعدين جيت عندي هنا في الحلة التانية، حطيت عندي كده ايه معلقة من السمنة او زيت، اي حاجة انت عايزاها، وهنعمل صلصة عشان هنعمل بيها طاجن المكرونة. الصلصة بتاعة المكرونة انا هعملها بالثوم. حطيت عندي كده ايه شوية من الثوم اتشوحوا، وبعدين نزلت عندي بالطماطم وحطيت التوابل. وهنحط بقى التوابل بتاعتنا، بابريكا وفلفل اسمر وملح، وعايزة تحطي بهارات لحمة، بهارات فراخ، براحتك اللي انت عايزة تحطيه. تمام كده. ظبطنا بقى كده ايه الصلصتين، وانت شغالة لما يكوني هتعملي كذا اكلة، شغلي هنا وهنا، يعني خلي ايه ايديكي شغالة في الحاجة عشان كل حاجة تخلص مع بعضها، وكل الاكل يبقى مستوي مع بعض، ويبقى كل حاجة سخنة في نفس الوقت. تمام. جبت بقى هنا عندي كده الصينية بتاعتي عشان هننزل عندي بالفراخ. دول كان عندي تقريبا كيلو الا ربع من الصدور. انا باخد اللي هي النسائر بتاعة الفراخ، زي ما قلت لكم انتوا عارفين ان انا باخد النسيرة اللي هي بتبقى في الصدر بتاع الفراخ، بشيلها واجمعها مع بعض. تمام. دول كانوا تقريبا 3 او 4 مش فاكرة، فكانوا عاملين معايا الكمية دي. فهعمل منهم البيتزا، وهعمل منهم كمان طاجن مكرونة. تمام كده. حطيت بقى، نزلت عندي بالمادة الدهنية، ولازم تكون الصينية عندي سخنة جدا. وبعدين نزلت عندي بالفراخ عشان تاخد الصدمة بتاعتها. الفراخ عندي خلاص اول ما خدت الصدمة ولونها هيبتدي يتغير معايا، نزلت بالتوابل، وكمان هسيبها بقى لحد ما ايه تستوي معايا براحتها. هنزل عليها ببصلة، وكمان فلفل ما يكونش حامي، وهديها تقليبة كده بسيطة، وبعدين هسيبها. زي ما انتوا شايفين الصلصة عندي كانت برضو ايه لسه شغالة، وكمان الصلصة التانية نقلتها على العين التانية، وجبت الفراخ هنا عشان دي العين الأعلى، فما تخليش الفراخ عندي تنزل ميتها. تمام كده. هنا بقى خلاص اهو كانت الخلطة بتاعتي جاهزة، وكان عندي معلقتين كده من الصلصة، بس دي مش صلصة معلبات، لا دي صلصة انا اللي هي بتبقى فايضة معايا من اكل يعني قبل كده، فبشيلها عندي في التلاجة. حطيت منها كده معلقتين، وزودت بس رشة مية بس خالص عشان الصلصة عندي كانت متلجة. وبس كده خلصت معايا الخلطة بتاعتي، وهسيبها بس بالظبط دقيقة كده ولا حاجة، وبعدين كده خلاص هي مستوية معايا. هنا بقى الصلصة بتاعتي دي هاخدها اضربها في الخلاط، لانها خلاص كانت استوت، وكمان الصلصة دي اتسبكت جدا. لطاجن المكرونة بنعمل له ايه، الصلصة بتاعتي دي هزودها بقى مية، زودي بقى كوبايتين 3 من المية على حسب كمية الطماطم اللي انت حطاها. انا عايزة الطماطم بتاع الصلصة بتاعتي تكون خفيفة. وبعدين هنظبط بقى الملح بتاعنا تاني والتوابل، ونشوفها ايه وتدوقيها كده وتشوفي طعمها عامل ازاي. هنا بقى كنت ضربت الصلصة بتاعت البيتزا في الخلاط، طحنتها كويس جدا، وبعدين هنزل عندي بقى بالتوابل. نزلنا بقى عندي بالتوابل بتاعتنا، هنزل بشوية بابريكا، وكمان شوية من الزيت، وشوية من الثوم البودر وبصل بودر وزعتر، اهم حاجة الزعتر. حطي معلقة حلوة كده من الزعتر، وكمان هحط شوية من الفلفل الأسمر والكمون والكزبرة، وشوية من بهارات اللحمة. حطي بقى كل التوابل اللي عندك، أهم حاجة الأساسي فيها هي الزعتر. الزعتر بيدي الصلصة طعم حلو جدا، وبيخليها بقى زي بتاعت بره بالظبط. انا هوريكم البيتزا ما شاء الله عليها تحفه من كل حاجه، وكمان النهارده جايبه لكم معايا جبنه حلوه قوي، نوع حلو جدا بيديكي مطه، مصورها لكم المطه بتاعتها حلوه قوي. بس تعالوا نشوف الاول هنعمل البيتزا اللي هي العجينه بتاعتها هنعملها ازاي. انا هعمل صينيتين، هعمل 2 بيتزا، اللي هي الكبيره والوسط. تمام. حطيت عندي 3 كوبايات من الدقيق. الكوبايه انا عايرت لكم بالكوبايه عشان تعرفوا انا استخدمت ايه بالظبط. 3 كوبايات من الدقيق، وحطيت عندي معلقة من الخميرة زي ما انتوا شايفين، وهحط عندي معلقتين 3 من السكر، ورشة من الملح، وكمان هحط عندي معلقة من الزعتر. تمام كده. هتعجني بمية يبقى حطي لبن بودر، هتعجني بلبن يبقى تمام. مش عايزين لبن بودر، انا كان عندي اللبن فهعجن باللبن بتاعي، او هعجن بمية مفيش مشكلة. تمام. ابتديت هنا بقى كنت نسيت السكر، فرجعت حطيت كده ايه معلقتين من السكر. هنزل بقى عندي بالميه بتاعتي او اللبن لحد ما ايه
ما احس ان العجينه بتاعتي خلاص، انا هنا نزلت عندي بالظبط بكوبايه، على الثلاث كوبايات دي بتاخد كوبايه عندي بالظبط. هعجن كويس والم العجينه بتاعتي، ولو احتاجت منك ميه ولا حاجه خلي عندك ايه سنه ميه بسيطه. وبعدين الزيت، هتقولي ما حطيتش الزيت في الاول ليه؟ لا، انا بحط الزيت في الاخر كده عشان بلم بيه العجينه وانا بعجنها كويس. الزيت بيخليها عندي ما تلزقش في ايدي. تمام كده. بس كده، سِبت بقى العجينة بتاعتي، هاسيبها تخمر بقى، هاكون مولعة الفرن بتاعي علشان يكون الفرن سخن يعني، وهاطفيه وهاخليها تدخل بقى مكان السخونة عشان تخمر معايا بسرعة. هنا جبت بقى عندي الطاجن بتاعي عشان نبتدي ان احنا نعمل ايه، نعمل الطاجن المكرونة بتاعنا. دهنت الطاجن كويس جدا بالزيت، وحطيت كده ايه يعني كام شريحة بصل كده في الأرضية بس عشان ما يلزقش، وبعدين هنزل باللحمة بتاعتي. قصدي بالفراخ. هتنزلي بقى بفراخ، تنزلي بلحمة، تنزلي بكبدة، كلهم هنشوح نفس الحاجات ونحطها في الأرضية. وهجيب عندي بقى المكرونة، جبت طبعا كيس مكرونة الملكة اللي هو اللي هي المكرونة القلم دي. هحط الكيس بتاعي، وبعدين هجيب الصلصة بتاعتي واغطي المكرونة كلها بتاعتي. هتحطي المكرونة نية؟ ايوه بحطها نية وبتستوي معايا في الصلصة اللي احنا عملناها. عشان كده احنا زودنا الصلصة مية، خليناها ايه بقت زيادة، عشان المية دي الصلصة الكتيرة دي هي اللي هتسوي معايا المكرونة. تمام. لازم المكرونة تكون متغطية عندي كلها بالصلصة، وبعدين هغطيها بقى بورق فويل وادخلها الفرن. هتاخد معاكي في الفرن نص ساعة مثلا، لو الفرن بتاعك حامي. مش حامي هتاخد اكتر من كده، بس خلي بالك علشان ما تتحرقش منك. تمام. هنغطيها بقى كده بالفويل وبعدين ادخلها الفرن. وعقبال ما تطلع اكون ظبطت بقى البيتزا بتاعتنا وجهزناها. واول ما الطاجن يطلع ادخل الايه البيتزا بتاعتي تستوي مكانها. تمام كده. هنا بقى خلاص اهو زي ما احنا شايفين كانت العجينه بتاعتي خمرت وحلوه جدا. ابتديت ان انا بقى ايه هلمها كده وافضي منها اطلع اخرج منها الهواء اللي هو بتاع الخمر بتاعها. وهقسمها عندي على صينيتين. هجيب الصينيه الاولى هحط يعني هدهنها عندي بالزيت كده. والصينيه التانية نفس الكلام، وهنفردها. انا مش هفردها على دقيق ولا حاجه ولا اي حاجه، انا هفردها في الصينيه بتاعتها. هفردها في نفس الصينيه بتاعتي. تمام اهو. هنفرد بقى العجينه بتاعتنا، وبعدين هبتدي ان انا ايه زي ما انتوا عارفين طبعا الخطوات بعد الفرد اللي هي هنجيب الشوكه بقى ونخرمها. شايفين هنا العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة لأنها خدت راحتها واختمرت كويس، والعجينة نفسها مش تقيلة مش يابسة كده، لا العجينة لينة وحلوة جدا. هنبتدي بقى كده ان احنا ايه نجيب الشوكة بقى بتاعتنا ونخرمها كده قبل ما نحط الصلصة ولا اي حاجة. اهو. طبعا بقى غدا سهل وبسيط، واستغلنا الحاجة اللي احنا شايلينها عندنا في الفريزر، وعملنا بيها اكلتين سهلين ومفيش اي حاجة ولا هتكلفي حاجات كتيرة ولا حاجة. انتوا عارفين دلوقتي البيتزا اقل حاجة بكام؟ بسعر يعني انتوا عارفين ما خدناش حتى نص كيلو دقيق. ومن حتة فراخ صدر فرخة عندنا كان يعني متشال، ما شريناهوش ولا اي حاجة. وظبطنا اليوم وعدينا اليوم وكانت اكلة حلوة جدا. هنا بقى جبت بقى الصلصة بتاعتي خلاص بعد ما حطيت لها التوابل والزعتر والحاجات دي اديتها غلوة. وبعدين هي كده بقت جاهزة عندي. هدهن بقى البيتزاية بتاعتي كده. طبعا زي ما انتوا بتحبوا، عايزين الصلصة كتير عايزينها قليلة براحتكم جدا. انا الطماطميتين اللي انا عملتهم هم دول بس يعني هي دي الصلصة اللي قدامكم دي، هي كفت معايا للبيتزايتين. انت بقى تزودي لو انت عايزة كمية تانية. تمام كده. دهنت بقى الوش اهو. بعدين هجيب عندي بقى الموتزاريلا بتاعتي. الموتزاريلا اللي انا بقول لكم عليها اللي هي دي اسمها المعز. حلوه جدا يا بنات، عايزه اقول لكم ان هي المطه بتاعتها حلوه جدا وكمان طعمها حلو قوي. فبصراحه احسن من الحمد. انا كنت بجيب الحمد بس دي بقى افضل منها. حطينا بقى بعد ما حطيت الصلصه، عايزه الموتزاريلا بقى تديكي مطه حلوه، هتحطي بعد الصلصه تحطي موتزاريلا. يعني قبل ما تحطي الحشوه حطي موتزاريلا الاول كده في الارضيه، وبعدين بعد الحشوه والحاجات اللي هتحطيها هتحطي تاني. فاهماني؟ يعني انا حطيت الموتزاريلا اهو، وحطيت بعديها الفراخ بتاعتنا اللي هي الحشوه اللي احنا هنحشي بيها، وكمان هحط الطماطم والفلفل، وفي الاخر هحط بقى ايه موتزاريلا كمان.
فدي بتخلّيها بقى معاكِ حلوة جدًا. وطبعًا الكيس بتاعها ده نُص كيلو، والكيس مش يعني عمل معايا صينيتين واتبقى منه كمان شوية، والكيس عامل 75 جنيه، يعني مش غالي ولا حاجة، وبيدّيكِ الطعم حلو جدًا، وبتدّيكِ اللي هي المَطّة والكلام ده، ف توفير برضه جدًا عن برّه. جِبت بقى عندي كده إيه، طبعًا فلفل وطماطم زي ما إحنا عارفين نزيّن بقى البيتزاية بتاعتنا. أنا عملت البيتزاية دي كده بالشكل ده، اللي هو حطيت شريحة من الفلفل جنب شريحة من الطماطم، إنما البيتزاية التانية قطّعته صغير كده ورشيته كلّه حواليها، تمام. بس كده هنحط بقى آخر حاجة أحط الموتزاريلا اللي هي الطبقة الأخيرة. في ناس ما بتحبش تحط الطبقة دي غير لمّا تدخّل البيتزا تاخد تشويحة وتطلع. أنا لأ، مش باعمل كده، أنا باحطها من وهي قبل ما أدخّلها، وباحط ولا بيجرى لها حاجة، بل بالعكس دي بتخلّي الجبنة عندي تسيح وتبقى حلوة كده، وفيها المَطّة بتاعتها من غير ما تتحرق ولا أي حاجة. أهو، حطّي بقى كمية الجبنة اللي أنتِ عايزاها، طبعًا أنا زي ما باقول لكم والله أنا مكتّرة في الجبنة زي ما أنتم شايفين، وكمان اتبقى معايا من الكيس، يعني اتبقى معايا من الكيس يعمل لي صينية كمان. تمام كده هادخّلها بقى الفرن، طبعًا عندي الفرن سخن، أنا مولعة الفرن بتاعي، هاحطها على الرف اللي في النُص على درجة حرارة تكون عالية، علشان يدّيكِ اللي هو تستوي معاكِ على طول وما تنشفش، لإن المخبوزات لازم تكون درجة حرارة عالية. تمام كده، هنا بقى كانت خرجت معايا من الفرن باورّيكم بقى الجمال، بس هي كانت سخنة جدًا. بُصّوا عايزة أقول لكم والله بجد كانت خطيرة وطعمها تحفة. جرّبوا بقى الطريقة دي، بُصّي لا هتتعبي في عجن، ولا مش هتتعبي طبعًا في فرد في العجينة، ولا هتتعبي في حاجة، كلّها حاجات سهلة وبسيطة زي ما أنتم شايفين الجمال. أتمنى يا رب تجرّبوها وتقولوا لي رأيكم وهتعجبكم إن شاء الله، أنا متأكدة إن هي هتعجبكم، وتحطّوا لنا بقى لايك للفيديو وتكتبوا لي في التعليقات كده جرّبتوها والّا لأ. وهنا بقى كنت باورّيكم المَطّة، بُصّوا، عايزة أقول لكم خطيرة. أنا هنا كمان كنت باحاول أطلّعها فالمَطّة ما كانتش باينة أوي، شايفين؟ بُصّوا هي يعني بصراحة مَطّة للسقف، هي حلوة جدًا، أهو. دوروا بقى على الجبنة اللي هي المُعِز دي، بصراحة لو لقيتوها عندكم هي حلوة جدًا. وطبعًا بقى كان الطاجن بتاعنا خرج من الفرن، ف أنا هاشيل بقى من عليه كده الغطا، هو كان سخن جدًا، لازم تستني عليه شوية لحد ما يهدى، بس أنا إيه، قلبته فكان لسه ما يعني كان لسه ما اتقلبش معايا كويس، بس حطيته بقى وخلاص، وقلنا ناكل بقى عشان طبعًا أنتم عارفين البيتزا سخنة لازم تتاكل سخنة وكده. وبس ده كان غدانا النهارده سهل وسريع وبسيط، ومن حاجات مش مكلفة خالص، دبّري كده ووفّري في البيت. والحمد لله طبعًا على كل حال، أسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسوش اللايك.